السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. أما في السماء فحسد إبليس لآدم عليه السلام حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، مما أدى إلى عصيان أوامر الله واستكبر عليه. وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل حين تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مما أدى إلى قتله، كما قال سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى في ذم الحاسدين واستنكار فعلهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأمرنا الله جل وعلا بأن نتعوذ من شر حاسد إلى حسد، كما نهانا صلى الله عليه وسلم عن الحسد فقال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، بحيث يتمنى الحاسد أن تزول تلك النعمة عن مالكها أو لم تعطى له إطلاقا. وهذا هو الحسد المذموم الذي نهانا الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي بارك الله فيك أن للحسد آثار سيئة تعود على صاحبها: أولا، غم لا ينقطع. ثانيا، مصيبة لا يؤجر عليها. ثالثا، مذمة لا يحمد عليها، بحيث يصبح مبغوضا عند الناس، وقد قيل: الحسود لا يسود. رابعا، يغلق عنه باب التوفيق والعياذ بالله. خامسا، إسخاط الله تعالى في معارضته ومخالفته لقضائه وقدره. واعلم أخي بارك الله فيك أن للحاسد علامات تشير إلى حسده. أولا، أنه يترصد أخطاء المحسود ويتتبع زلاته، حتى إذا رأى منه زلة طار منها فرحا ونشرها في المجالس والأماكن العامة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وهيهات هيهات أن ينصحك الحاسد، فبدلا أن ينصحك في السر يفضحك في العلانية، لأن النصيحة هو حب الخير للغير، والحاسد عدو للخير وأهله. ثانيا، أنه يرتاح قلبه إذا سمع أحد يغتابك ويتكلم عنك بسوء. ثالثا، أنه يتألم ويتحسر إذا سمع أحد يتكلم عنك بالخير ويثني عليك خيرا. رابعا، أنه يفرح إذا أصابتك مصيبة ويتجرأ على الله جل وعلا فيقول: هذه عقوبة من الله تعالى له، فأي مرض هذا أعاذني الله وإياكم منه. واعلم أخي بارك الله فيك أن للحسد أسبابا نقتصر على بعضها. أولا، عدم الرضا والقناعة بقسمة الله بين عباده. ثانيا، التكبر والعجب بالنفس، بحيث يرى الحاسد أنه أفضل الناس. ثالثا، خبث النفس، فبعض النفوس الخبيثة نعوذ بالله منها لا تتمنى لأحد خيرا أبدا. رابعا، حب الشهرة والرياسة، فإذا كان الحاسد مشتهرا بين الناس ثم برز من يساويه أو يتفوق عليه في ذلك الأمر، ترى الحاسد يتمنى لو أن المحسود ينتقل إلى مكان آخر خوفا من ضياع شهرته. وقد يتساءل بعض إخواننا: هل للحسد علاج بحيث يشفى الحاسد منه؟ إن الحسد مرض علاجه عسير، ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يتبع أمورا منها: الخوف من الله، وخشية الإثم، وضياع الحسنات، التسليم بقضاء الله وقدره، الدعاء لأخيه بظهر الغيب، عدم السماح أو الرضا بغيبته أو همسه أو لمسه، أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، وأن تكره لغيرك ما تكره لنفسك. وفي الختام
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد والغل والبغضاء، وأن يجعلنا إخوة متحابين، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يجعلنا الله ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله